تعال اقول لك على واحده من اسهل واحلى الادوات اللي ممكن تستخدمها في ستوري تيلينج، او تستخدمها في كتابه السيناريو، او تستخدمها في اي حاجه. الاداه دي قال عليها بليك سنايدر في كتاب سيف ذا كات، والاداه اسمها بوب ان ذا بول. هو سماها كده، استوحى الاسم دوت من سيناريو كان بيقراه اسمه خطه اغتيال البابا. والاداه عباره عن انك انت بتيجي تقول حاجه ممكن ما تبقاش مسليه قوي، بتعمل حاجه مسليه جنبها. اقول لك مثال، زي مثلا بتشوف صناع المحتوى مثلا، بتيجي واحده بتحكي حكايه فهو في نفس الوقت بتحط ميك اب. او بتلاقي مثلا مؤخرا زي فيديوهات محمد عبد العاطي، تلاقي نص الفيديو محمد عبد العاطي، والنص التاني عربيات بتعمل حوادث وبتعمل غرز وحاجات كده تحت. وبرضو شفناها في فيلم لا تراجع ولا استسلام، لما كان ماجد الكدواني بيشرح تقريبا قصة الفيلم او حبكة الفيلم، وفي نفس الوقت كان في على البروجيكتور بيتعرض صوره وهو ماسك المكبرة، وشكله الى حد ما كان فيها كوميديا شوية. فهي عبارة عن حركة مسلية ممكن تتعمل، او حركة كوميدية وانت بتحكي حاجة معينة. برضو حصلت مؤخرا في اعلان لمحمد موله بتاع انا فودافون، لما كان محمد موله بيقول مميزات ابلكيشن انا فودافون، وفي نفس الوقت بيبقى فيه على الشاشة حاجات كوميدية بتحصل، مبالغة مثلا ان هو بينحت 20 تمثال في نفس الوقت مجرد ما هو بيحكي مميزات الابلكيشن. لاحظ هنا انك انت كملت الفيديو للاخر وعرفت كل حاجه على الابلكيشن فودافون، وانت ما كنتش عندك ان هي تعرف، بس عشان استخدموا الطريقه ديت والاداه ديت. شوف انت ممكن تستخدمها ازاي وانت بتحكي، وقول لي لو انت مش عارف ممكن تستخدمها ازاي. انت اكتب لي في الكومنتات عايز تستخدمها ازاي، او قول لي الموضوع بتاعك وانا ممكن اساعدك فيها. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسايب الفيديو وتابعني، عشان هتلاقي حاجات كتير عن الستوري تيلينج وكتابه السيناريو والكتابه الابداعيه بشكل عام. سلام.